انا عارف ان الشخص العميق اللي زي حضرتك مش من السهل ارضائه. حبيبي من يومها دخل مستشفى المجانين ولسه ما خرجش. عشان كده انا جبت لك افضل 10 افلام دول بقى، لا محتاجين عمق ولا مجهود ولا اي حاجه، دي الضحك للضحك، الانبساط للانبساط. تعالى هنا، رايح فين؟ انا هسوق. تسوق ايه؟ العربيه. عربيه ايه؟ العربيه ايه؟ افلام الالوان معانا ترتيبها من رقم 5 فيلم البحث عن فضيحه. دي فرصة سعيدة جدا، انا والله العظيم مش مصدق نفسي. بطوله الفنان عادل امام والفنان سمير صبري. انا هو في بدايات الالوان، انا مضطر اضربه، حاكم فيه نوع ان ما كانش ينضرب ما يعرفش الواحد هو بيقول ايه. ولكن فيلم جمع جميع كوميديانات مصر في سكتشات منفصله جميله جدا. انا بوستك يا عم. اول ما تسمع الفنان سمير صبري بيقول لك ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش، لا ولا انا. اعرف ان انت رايح على مشهد كوميدي قاتل. يا لالي يا لالي غالي والطلب رخيص. سواء جورج سيدهم او محمد عوض. عبد العظيم احمد عبد العظيم، تلفزيون 18 قدم كابورين، تلفزيون 8 سلندر، او حتى توفيق الدقن. انا بعمل ده كله عشان نتجوز بعيد عن وش امك العكر يا عكره. بحس ان فيلم البحث عن فضيحه امتداد لفيلم اشاعة حب. يا عيني عليك يا ميل بختك يا حنان يا بنت، هتتجوزي انتهايه. وخصوصا وجود يوسف وهبي لتمثيله لنفس هذا الكاركتر. اعمل ايه؟ اتجوزت واحده وما كنتش عارف انها مولوده ببرج التيس. كاركتر الاب اللي عايز يجوز بنته للشخص المتعلم المكافح، مش لوسي ابن طنط فكيهه. يا روحي عليك، ربنا يخليك لامك. نخش على المرتبه الرابعه فيلم اللي بالي بالك. هاتولي الكلب ده، قولي على مكتبي. الفيلم قصته بتدور عن واحد دخل في بق واحد. يا هلا الحنان ده كله هلا. قلب الام ده، ايه قلب الام ده يا هلا؟ سيبه انت، خليك معايا انا هلا. 2 عملوا حادثه، ده خد شخصيه الضابط وده مات. رياض بس بس. ايوه رياض باشا. انا رياض بس كده. لا يحمل اي ضغينه، مفيش شرير انت بتحاربه. الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي. حتى محاربتك للشر متجسده في محاربه الفساد في المطلق. حصلت المجتمع وطفلت الحشره حمار. افهاته كلها سلسه وبسيطه وبنقولها لحد دلوقتي. بلا تقدم بلا هتفتح لي ايه؟ بره يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. محمد سعد ابدع كفرسير. اللي زيك مش لازم يهمش اليوم الثلاث ولا الاربع. انا في رايي ان هو فرسير السينما المصريه والعربيه. غريب يا منير، صباعي جوه الباب، افتح الباب صباعي. اذا كانت الولايات المتحده تملك جيم كيري، فالوطن العربي يملك محمد سعد. لمبي ده كان فاضل له يومين وصورته تنزل على الجنيه. يجي معانا في المرحله الثالثه فيلم غبي منه فيه. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الجواز كده تبوظ. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. فيلم معتمد على كوميديا سوء الفهم وكوميديا الموقف المترتبه عليها. طب ما تقول كده من الصبح، انا من زمان نفسي ابقى حرامي، ايه المشكله يعني؟ فيلم بسيط جدا، حدفت له النضاره اتكسرت، طب استني لما اطلع اخد المنديل تن. شكلك فاهم يا نص. ولكن نظرا لبساطه وسذاجه الفيلم، فانت بتلاقي نفسك بتتفرج عشان تشوف المشهد بتاع يمو نيازي صح نيازي قولي له ان ده باش حرامي. دي حاجه يعني مش مهم نتفق عليها، بتيجي بظروفها كده يعني. انا في رايي ان ده افضل فيلم عمله الفنان هاني رمزي حتى الان. انا قلت لباباش اني مسيري هوصل. مفيش ثانيه الكاركتر هرب منه. الله يخرب بيتك يا اسماعيل، ده هوت الواد. في المرتبه الثانيه معانا فيلم لا تراجع ولا استسلام. حزل قوم يا باشا، حزل. بعد كده قوم زي قوم اقف. اقف. لحظه ميلاد هذا الحزلقوم في السينما المصريه. واسمه حزنبول. حزنبول مين يا اللي تتشك ببطني؟ يعني كان صريح معاك من البدايه بان دي فكره اتهرست في 30 فيلم عربي قديم وهتنجح برضه. انت ما شفتش فيلم يا مراه عايزه تل ابيب؟ ليه سلكت واتضربت واترمت من فوق الجبل وداس عليها تريلا بالصدفه وكانت محمله رز باين؟ رز ايه يا ابن حرام؟ رز ايه بقى؟ مفيش حد بيتكلم في التليفون الا وقال الافيه بتاع خد كلمه انت. قول له الفلوس معايا. الفلوس معايا وقول له كمان البضاعه معايا. والبضاعه كمان معايا. ما تاخد تكلمه. من بساطه الفيلم وشطاره الممثلين والمخرج الاستاذ احمد الجندي ما بتقدرش تفوت مشهد منه. فين الفلوس؟ مين؟ السهل الممتنع، بساطه القصه، براعه الممثلين. اين عاش يعني؟ ماشي هقعد لك نصين ماشي؟
صحيح. من اول مشهد في الفيلم لاخر مشهد انت قاعد مبتسم. دراعه اليمين اسمه ادهم ودراع الشمال اسمه اشرف. يتخلل الابتسامة مجموعة من الضحكات العالية بسبب هذا الحزلقوم. في المرتبة الأولى وبدون منازع فيلم فول الصين العظيم للفنان محمد هنيدي. يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي مجاني نوم حبيبي. الفيلم ده ما فيهوش مشهد ما بيضحكش. مبسوطين مني صح؟ انا حاسس وانا كمان مبسوطه والله كده. وقصته بسيطة جدا، عبارة عن ان واحد اهله عايزينه يبقى واحد مش كويس وهو يعني مغلوب على امره، واحنا عايزين مصلحتك وانا رقبتي يا معلم جدي. وفي النهاية باعوه ودوه الصين عشان $1000. مسنوق انت مسكت على مسنوق. كل مشهد في الفيلم بيسلم للمشهد اللي بعده. راح فين اللي كل شويه اطير وعمل لي فيها خفاش؟ لا يكون فاكرني الدكتور سنان. لا اذا ما كانش المشهد بيضحك فهو معمول علشان يبني المشهد بعديه لما تشوفه هيضحكك. انا ما بقتش خاف زي الاول، انا بقيت بخاف اكتر. شريف عرفة طلع اجمل ما في محمد هنيدي. كل واحد جواه قوة روحية، لما يكون عنده إرادة تطلع. الضحك على مستوى الافيهات وعلى مستوى الصورة. ابليس. اديك عرفت ال10 افلام اللي لو شفتهم ممكن تتبسط. مجموعه من النقاد والادباء والعلماء وعلماء الفلك والارصاد الجويه اكدوا ان انت لو اتفرجت على الفيديوهات بتاعتي وعملت لايك وشير وسبسكرايب انا هتبسط. ضخوا بس ما تعوروش يا ابوي، انا عايزاه سليم يا ابوي. فيعني انا اقول لك على 10 افلام يبسطوك ويخرجوك من الاكتئاب وانت مش عايزنا تبسط. السينما المصريه مليانه بالافلام الكوميديه، واحنا شعب اصلا دمه خفيف. يعني اي فيلم من وجهه نظرك هتقول ان هو افضل فيلم بيضحك هتلاقيه فعلا بيضحك. انت اصلا شخصيه زي العسل وبتضحك. النبي انت ما ناقصك غير حاجه واحده، ان انت تفعل الجرس بتاع القناه. بعد كده احميهم وارضعهم وانامهم في سربريرهم. اشوفك الحلقه الجايه. يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. عندك حق.